شوبير رمضان صبحي كان شايف نفسه أكبر من الأهلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد وخبر جديد. في البداية بعد إذنك اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. كشف الإعلامي أحمد شوبير سر بداية الخلاف بين رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي مع القلعة الحمراء. وقال شوبير عبر برنامجه الصباحي على إذاعة أون سبورت اف ام: سيد عبد الحفيظ عامل شغل رائع مع الفريق وهو مدير كرة ناجح. وأوضح: الزمن تغير للأسف، زمان كنا بنخاف من مدير الكرة من نظرته لنا، الآن بعض اللاعبين عقليتها اتغيرت. وأكمل: على سبيل المثال لما حصلت أزمة رمضان صبحي مع أجاييه وقرر عبد الحفيظ خصم مستحقات من رمضان، اللاعب قال له: انت ما تخصم ليش، موضحا: في لعيبة بتحس انها اقوى من الجهاز الفني والفريق، لكن الاهلي في نظام ولوائح وما ينفعش حد يخرج عن المبادئ. وكان رمضان صبحي رفض التجديد للنادي الاهلي وفضل الانتقال الى بيراميدز في صفقة احدثت ضجة كبرى في الوسط الرياضي خلال الموسم الماضي. وظهر الثنائي شريف إكرامي ورمضان صبحي لاعبا فريق بيراميدز في مؤتمر النادي للإعلان عن الشعار الجديد الذي تم تغييره قبل انطلاق الموسم الجديد. وأعلنت إدارة نادي بيراميدز عن شعار النادي الجديد خلال مؤتمر صحفي كبير بأحد فنادق القاهرة الكبرى الأحد الماضي. وقام مسؤول نادي بيراميدز بتغيير شعار النادي والذي كان يتميز بوجه أبو الهول وتحته الأهرامات الثلاثة ليتم تعديله وإزالة وجه أبو الهول ليصبح شعار بيراميدز عبارة عن الأهرامات الثلاثة في دائرة زرقاء اللون ومكتوب عليها اسم النادي باللغة الإنجليزية. في نهاية الفيديو لو قدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش عنا بلايك. لو كانت دي أول مرة بتشوفونا أو بتسمعونا يا ريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو من فيديوهاتنا الجديدة.